السلام عليكم محبي ومتابعي مسلسل صلاح الدين الأيوبي، وأهلا وسهلا بكم في فيديو اليوم وتحليل الإعلان الثاني للحلقة القادمة 45. وسنتحدث في فيديو اليوم عن أهم وأبرز ما جاء فيه. الحدث الأول: الملك أمارليك يخبر رقي بأنه قد قرر إعدامه، ثم نراه يسقط على الأرض مغمى عليه، فيا ترى ما الذي حدث له وهل يموت؟ أما الحدث الثاني: الطبيب لطيف يتم الغدر به في القدس، فهل يموت ومن الذي فعل به ذلك؟ والحدث الثالث: ظهور امرأة بجانب عربة خيول وتحمل طفلا، ثم نرى اختطاف الطفل من قبل ملثمين مجهولين، فمن هي تلك المرأة ومن هو الطفل ومن سينقذهم؟ أما المشهد الرابع: الشاتيون يواجه باليان ويتغلب عليه، فهل يقتله الشاتيون؟ والمشهد الخامس: الكونتي ساميلا تخبر صلاح الدين أن قوتها وشجاعتها تستمدها من الحب، فيا ترى ما الذي تقصده ميلا وماذا سيكون رد فعل صلاح الدين؟ أما المشهد السادس: سايرة تخبر السيد بوري أنه قد حان الوقت للقائه بأصدقائه، فهل هي خطة منها لاستدراج السيد بوري أم أنها جادة بذلك لكسب ود السيد بوري؟ كل هذه الأحداث والأسئلة سنجيب عنها ونفصلها في سياق الفيديو التالي، فتابعونا حتى النهاية واعملوا إعجاب للفيديو واشتركوا في القناة. ولكن قبل أن نبدأ تعالوا نشاهد الإعلان ثم نعود. İdamınıza hükmediyorum. Kral Amalrik öldü mü? Şehrinize hoş geldiniz sultan. Son nefesin verildiği, emanetin teslim edildiği o zamana kadar cihadın izzetini omuzlarımda taşımak gayretindeyim Selahattin. Bırak Selahattin'i mi diler? Hak benim. Sen kimsin? Eceli. Tıpkı sizler gibi. Ala kulli hal. Ondan daha fazla ayrı kalmana gönlüm razı gelmedi Börü. Neden çok istiyor? Cüretimin sebebi aşk. Selahattin. Ben gelmezsem ne yaparsın Berlin? Buraya kadarmış şövalye. Bir tertibin işine düştük. Ne edeceğiz sultanım? والآن وبعد أن شاهدنا الإعلان لنبدأ بالحدث الأول، وهو سقوط الملك أمارليك مغمى عليه. فهل مات فعلا؟ وما سبب موته؟ وما هو مصير كل من ابنه بلدوين وسيبيلا والطبيب لطيف؟ الجواب: نعم، لقد مات الملك أمارليك، رغم أن الروايات التاريخية تتحدث عن أنه مات وهو في طريقه إلى القدس عائدا من القسطنطينية، لكن للرواه والمؤلفين الأتراك رواياتهم. عموما سيموت الملك أمارليك متأثرا بالسم، حيث سيقوم اللورد قي بتسميمه، وربما بالتعاون مع أمير أو والي طرابلس، وسنرى صراع كبير على العرش، لكن والي طرابلس سيجلس الأمير بلدوين على العرش ويكون هو وصيا عليه، وسيتم إلغاء قرار الملك أمارليك بتزويج سيبيلا الباليان وتتزوج باللورد قي. وهذا ما أخبرتكم به في تحليلي السابق، حيث أخبرتكم أن سيبيلا تاريخيا تزوجت باللورد قي. وأما بشأن الطبيب لطيف فهذا هو الخبر المحزن، سيتم الاعتداء عليه من قبل أمير طرابلس، ولكن الأمير بلدوين واللورد ويليام سيمنعون قتله إلا إذا كان للمخرج رأي آخر، حيث أن الطبيب لطيف استمر لفترة طويلة في رعاية وعلاج الملك بلدوين الرابع، هذا مذكور تاريخيا. وأما الحدث الثالث والذي رأينا فيه المرأة التي ظهرت بالقرب من العربة، وظهر بعض الملثمين يقومون باختطاف الطفل من يديها، فحقيقة هذا المشهد هو كالتالي: المرأة هي السيدة عصمت خاتون زوجة السلطان نور الدين على الأرجح، وكما يبدو أنه قد تم تغيير الشخصية التي ستلعب دور عصمت خاتون، والطفل هو الصالح إسماعيل ابن السلطان نور الدين، وكما رأينا صلاح الدين يصل إليهم وينقذهم في الوقت المناسب هو ومحاربي الثغور. وأما المشهد الرابع والذي رأينا فيه الشاتيون يوقع بباليان، فالمشهد صحيح، سيقع باليان بيد الشاتيون، لكن باليان لن يموت، وقد أخبرتكم سابقا أن باليان كان أحد القادة الذين شاركوا في معركة حطين. وأما المشهد الخامس فهو كما رأينا ميلا لم تستطع السكوت والصبر طويلا وكتمان حبها وعشقها لصلاح الدين، ولذلك كما شاهدنا ستنفجر بوجه صلاح الدين وتصارحها بعشقها، وسيشفق عليها صلاح الدين، لكنه سيخبرها بأنه يحب ويعشق شمسه ويقنعها بذلك. أما المشهد السادس فبلا شك وكما أخبرتكم إذا تتذكرون في فيديو سابق أن سايرة ستستخدم أصدقائه كورقة بيدها تستدرج بها السيد بوري، وهذا هو بالفعل ما سيحدث. والسؤال هنا:
هل يتنبه السيد بوري لهذا المخطط أم يقع في فخ سايرة؟ الجواب أنا أتوقع أنه سيقع بفخ سايرة، وذلك لسبب بسيط جدا، وهو أن نقطة ضعف السيد بوري كما نعلم جميعا هم أصدقائه الذين يبحث عنهم، ولكني أؤكد لكم أن السيدة سايرة في النهاية ستقرم بالسيد بوري وستتزوج به لاحقا. كان هذا هو كل ما لدينا أحبتي أصدقائي، والتقيكم في فيديو قادم إلى ذلك الحين ذلك المتقدم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.